السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. وشكون اللي ما كيعرفش البقولة ولا الخبيزة، هذه هي وقتها. الصراحة كنت مشهياها هذه مدة ومشيت للسوق. شكون اللي قال غادي نلقاها في السوق ديال فرنسا؟ مشيت ولقيتها وقلت ولا بد نجيبها، وخا عرفت بلي كلشي كيعرف يديرها، ولكن قلت نشاركها معكم. كما كتشوفوا جبت قبل غسلت لافابو مزيان، هذيك ضروريه. غسلته مزيان وعمرته بالماء. قبل نقيتها مزيان بالربيع اللي كيكون فيها. جبت جوج ربطات ديال البقوله، وجبت ربطه ديال لي زيبينا. عمرت هذاك لافابو بالماء، درت فيه الخل وخليته يرقد واحد 5 دقائق. من بعد نقيته مزيان وحيدت له هذوك العمايل اللي كيكونوا غلاط، حيت ما كيطيبوش كما كتشوفوا قدامكم. كنقيها حبه حبه باش هكذا نكون مرتاحه، ما دوزت شي عشبه واحده اخرى من غير البقوله ديالنا ولا الخبيزه. بهالطريقه هذه حيد ليها هذوك الغلاط، حيت ما كيطيبوش، كيبقاو هكذا قاصحين كما كتشوفوا هنايا. بعد ما رقدتها في هذاك الماء والخل، وهنا غادي نزيد نصفيها بهالطريقه هذه. غادي نصفيها مزيان. من بعد ما نصفيها غادي نديرها في الشبكه ديالنا فين تقطر. هكذا غادي نخليوها تقطر على خاطرها. من بعد غادي نقصها معكم. كنجيبوا واحد شويه ديال لي زيبينار، وكنجيب واحد شويه ديال البقوله ديالنا باش نخلط منا وملهيه. ما نديرش غير واحد الجهه، كندير ربطه ربطه هكذا. كنقصهم باش يتخلطوا لينا. كنقصها ما رقيقه ما غليظه بهالطريقه. من بعد غادي نجيبو واحد الربطه اللي خلطنا فيها القزبر ومعدنوس، وغادي نجيبو 3 فصوص ديال الثوم والليمون. هذوك الثومات هذوك غادي نقسموهم على 2، وغادي نديرهم فوق البقوله ديالنا في الكسكاس بهالطريقه هذه. من بعد غادي نديرهم يفوروا بعد ما غلى لينا الماء بطبيعه الحال. غادي نغطيو عليهم ونخليوهم يطيبوا. وهذه هي النتيجه من بعد ما طابت لينا البقوله ديالنا. دابا غادي ندوزو نجيب واحد المقله ونديرو فيها كاس صغير ديال زيت زيتون، 3 فصوص ديال الثوم،
كاينين اللي كيديروا القزبر والمعدنوس في هذه المرحله هذه، انا كنفضلهم يفوروا مع البقوله ديالنا، كيجيو بنان هكذاك. كنديروا 2 ديال المعالق صغار ديال الكمون، كتعطي البنه، الكمون كيعطي البنه البقوله ديالنا. وكنديروا البابريكا ولا التحميره، وما كنزيدو حتى حاجه واحده اخرى من غير الملح، حيت كاين اللي كيدير فيها الابزار، وهذه الابزار ما كيجيش في البقوله. كنزيدو الملح وكنزيدو واحد شويه ديال الهريسه، هذه اختياريه، اللي كيبغي الهريسه يزيدها، اللي ما كيبغيش الهريسه ما يزيدهاش. غادي نخلي المكونات ديالنا يتشحروا مزيان. من بعد غادي نزيدوا عليها البقوله ديالنا من بعد ما تشحرت لينا الثومه وزيت زيتون ولا العطريه ديالنا، وغادي نخلطو ونخليها تشحر. وغادي نهرسو هذيك الثومه هذيك اللي فورناها مع البقوله، غادي نهرسوها مع العطريه ديالنا، وغادي نقليوها مزيان. وكاينين اللي كيزيدوا فيها الزيتون، وهذاك الشيء اختياري، انا ما كنديرش فيها الزيتون، كنفضل تبقى هكذا. وهذه هي النتيجه النهائيه خواتاتي. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، واللي جربتها تقولها لي في لي كومونتير، وما تبخلوش عليا بلايك وباشتراك في القناه فضلا وليس امرا. اللي ما مشتركش تشترك. وشكرا لكم، حتى الفيديو القادم باذن الله.